بعد اليوم الكروي الدسم فتحت التليفون قلت اشوف بقى نتائج الماتشات، لقيت المنتخب المغربي كسب باراجواي 2-1. هوب لبست التيشيرت وجبت النضاره والسلسله وحطيت التليفون ويلا بينا نعمل فيديو وركز معاه. هل نقدر نقول ان المنتخب المغربي بقى هو المنتخب العربي والافريقي الوحيد اللي بقى بيقدر يلاعب ويكسب المنتخبات بتاعت اوروبا وامريكا الجنوبيه؟ عمل في كاس العالم حاجات مرعبه، والنهارده كسب باراجواي 2-1 وتعادل مع الاكوادور من كام يوم. هقول لكم ده ايه السقف اللي هم وصلوا له، ان انا لما اتعادل مع الاكوادور انا زعلان بجد. احنا تعادلنا مع اسبانيا تعادل مرضي الى حد كبير ولكن ملوش طعم. طيب المنتخب المغربي امام باراجواي في تصفيات امريكا الجنوبيه عنده 28 نقطه، هي نقط البرازيل 28 نقطه اللي هي هتلاعب المغرب في افتتاح مباراتهم في كاس العالم. خلي بالك الاكوادور في تصفيات امريكا الجنوبيه في كاس العالم عنده 29 نقطه خلف الارجنتين، يعني فوق البرازيل. الاكوادور منتخب قوي جدا جدا جدا. الماتشين شفت لعيبه لعبت كتير جدا جدا في المنتخب المغربي في الدفاع. الماتش ده غير الماتش ده، نص الملعب، الهجوم، اعتقد ياسين بونو يظل هو مكسب، او هو مش داخل بلاعب، هو داخل باتنين تلات لعيبه في حراسه المرمى. بسم الله ما شاء الله تألق في الماتشين تألق غير عادي. اشرف حكيمي بيعود اون فاير بسم الله ما شاء الله برضه عشان ما نحسدش حد. اشرف حكيمي في الماتشين صانع ثلاث اهداف. نايل عيناوي مسجل هدفين ومضيع ضربه جزاء في الماتشين. اعتقد تجارب قويه جدا جدا ومفيده جدا جدا. والاول مره في المنتخب المغربي بيلعب ياسين جاسم او جاسيم، لاعب صغير من منتخب الشباب اللي كسبوا كاس العالم مع المدرب محمد الوهبي اللي هو مدرب المنتخب المغربي دلوقتي. تألق وعنده 20 سنه بيلعب في فرنسا. اعتقد تجربتين جامدين جدا جدا للمنتخب المغربي، اللي انا ما كنتش جاي اعمل فيديو، بس لما لقيت الوضع قوي كده قلت لازم اجي اعمل فيديو يا باشا. والناس دي سبقانه شويه. سيبك بقى من الحرقان وهوب والصفحات وقصف الجبهات. المغرب سبقانه مش شويه، كتير، والحمد لله. لايك مهم جدا من وجهه نظركم، ممتاز، شير ممكن ده الفيديو، فولو او متابعه مهمه جدا. سلام.